شوف، لو عايز تتغير فعلا ونويت التغيير هتتغير. يعني ما تجيبش حجة على انك انت مستني حد يجي يغيرك، او حد يدخل حياتك يظبطها لك، او انك انت تروح لدكتور نفساني بس الدكتور النفساني فلوسه غالية فعشان كده انا مستسلم. الله في سماه، لو رحت ل100 دكتور نفساني وانت جواك مش عايز تتغير مش هتتغير ابدا. لو بص بالطبل البلدي، انت لو نويت هتبحث في النت، هتدور على اليوتيوب، هتسمع الدكاترة ماليين الدنيا. ليه تتغير؟ عشان ما تأذيش اللي حواليك. على الأقل عارف انت لو بتأذي نفسك ماشي، انما انت يا بابا بتأذي اللي حواليك. انت بتأذي اللي حواليك بتفكيرك، بأسلوبك، بعصبيتك، بنرجسيتك، بكل حاجة مؤذية انت بتعملها. فانت يعني مش مقتصر عليك انت بس يا عم، اعتبرها لوجه الله. غير من نفسك عشان ما تأذيش الناس ويدعوا عليك بعد ما تموت. الانسان سيرة، صدقني والله العظيم. طول ما انت عايش فلوس وصحاب وناس ومناظر جنبك، بس تعالى اقع ولا تعالى موت وتدفن لوحدك. شوف مين اللي هيشيل العذاب عنك. شوف كم واحد اذيته وانت عارف بينك وبين نفسك ان انت اذيه، بس بتكبر في الغلط وتقول عادي، ما اقصدش، او ده رد فعل اللي هو عمله مش عارفه. ممكن اصلا يكون هو مش اذاك، فاهم؟ يعني عارف انت لما يكون ليك رد فعل لحد اذاك فانت بترد، يعني بتدافع عن نفسك. طبيعي، اي انسان. المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف، ده طبيعي. انما انت تأذي حد وتفضل تدي مبررات لنفسك، والحد ده يجي يقولك، يعني ربنا بيبعت لك الحد ده على طبق من ذهب عشان يقولك انت اذيتني، فانت تقوم تقوله لا انا ما اذيتكش، انت مكبر الموضوع. ده اسمه كلام يا راجل؟ ده اسمه كلام؟ اتقي الله. تعالجوا يا جماعة، اتعالجوا عشان المجتمع بقى مليان قسما بالله. يعني كمية ناس عالة على المجتمع. الله يصلح حالنا وحالكم يا رب، ويهديني ويهديكوا ويهدي الناس كلها. السلام عليكم.